السلام عليكم، أهلا بيكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. هنتكلم عن 3 عناصر مهمة جدا في مرحلة التزهير، بتدينا تحفيز وإزهار وبتدينا إخصاب وتثبيت. أول عنصر من العناصر ديت هو عنصر الفوسفور. بيساهم الفوسفور في دفع النبات إلى عملية التزهير، وبيخش بحاجة بسيطة في تثبيت الزهر واللقاح. تاني عنصر معانا هو عنصر البرون، وده له دور أساسي في الإخصاب والتلقيح، لأنه بيعمل على نمو واستطالة أنبوبة اللقاح وإتمام عملية التلقيح والإخصاب في الزهرة، ونقصه بيؤدي لفشل الإخصاب وموت الأزهار وبقائها معلقة على الأفرع. تالت عنصر معانا هو عنصر المولوبيدينيوم، وده عنصر هام جدا وبيجهله الكثير من الناس، لأنه له دور كبير في تحفيز عدد من الإنزيمات وعمليات الأيض في النبات، ودوره هو والزنك مهم جدا في تثبيت العقد. وبعض النصايح المهمة في مرحلة الإزهار: الري يكون منتظم مع عدم تعطيش النبات وعدم الإسراف في الري، ومراعاة سلامة النبات وتجنب إصابته بالأمراض الفطرية خاصة البياض الدقيقي، وذلك من خلال برنامج وقائي. الانتباه لعدم إصابة النبات بالحشرات الثاقبة المصة، والرعي طبعا إن احنا ندخل عنصر الكالسيوم ضمن التسميد الورقي، وإن كان محمل على أحماض بروكسيلية يكون أفضل. اختيار المبيدات وطريقة الرش بعناية. ولازم نكون عارفين إن التسميد الورقي أو التسميد بالرش هو عبارة عن إمداد النبات باحتياجاته من العناصر الغذائية الكبرى والعناصر الغذائية الصغرى عن طريق المجموع الخضري وليس عن طريق الجذور. أثبتت الأبحاث والتجارب إن جميع العناصر الغذائية اللي بتمتص بواسطة الجذور يمكن أن تمتص بواسطة الأوراق والسيقان والثمار. ووجد أيضا أن امتصاص العناصر الغذائية بواسطة الأوراق عادة بيكون أكثر كفاءة وسرعة من الامتصاص عن طريق الجذور، وخصوصا عندما تكون ظروف التربة غير مناسبة للامتصاص، زي ارتفاع الرقم الهيدروجيني للتربة والفقد والغسيل وغيرها من العوامل اللي بتأثر على تيسير العناصر. انتهينا من حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.